بنات، كما كتعرفوا الصيف وصل والعنايه بالبشره والشعر وحتى البرونزاج راه كلشي كيهضر عليها. ولكن اشنو بالنسبه للجلو اب ديال الابتسامه ديالنا والفم ديالنا فين نسيناه؟ كما كتعرفوا الفم والنفس المنعش هما نصف جمال المرأة، وفي الصيف مع الحرارة والتخرجات والمواقف الاجتماعية العناية بالفم ديالنا خاصها تطلع البنات لواحد المستوى اللي عالي جدا، باش هكا كنحافظوا على الرقي ديالنا وحتى على الهيبة ديالنا قدام الناس. واليوم داكشي علاش جيتكم وغنعطيكم الدليل الشامل من الالف حتى الياء من اسرار الغسيل صحيح الاسنان، كيفاش تخلصي من الريحه الكريهه نهائيا، شنو هما الاخطاء اللي كديريهم الا بغيتي تبيضي سنانك. وما تخافوش، حتى البنات اللي دايرين تقويم راه ما نسيناهمش. وجدي شي كاس ديال الماء اللي يكون بارد تشربيه وانتي كتستمتعي بالنصائح اللي كنعطيك. ما تبخليش عليا بلايك الا عجبك لا فيديو، اشتراك باش هكا العائله ديالنا كتكبر وحتى انا كنزيد تدعموني. ويلا نبداو. وكما كتعرفوا البنات غنبداو باول خطوه في جلو اب الابتسامه، واللي هي التنظيف العلمي والعميق والصحيح للسنينات. وهذا التنظيف راه كيبدا اول حاجه البنات بنوع الفرشاه اللي كتستعملوا. حاولوا ديما البنات باش تبغيو تاخذوا فرشاه ديال السنينات، خذوا واحد الفرشاه اللي تكون ناعمه ورطبه، حيت الفرشه اولا الشيته اللي قاصحه راه ما كتنقيش السنان. هذه معلومه خاطئه، وانما كتجرح لينا اللثه وكتهيجها، وهذا الشيء اللي كيسبب التراجع ديال اللثه، وهكا الجذور ديال السنان كيوليو كيبانوا. اما بالنسبه للغسيل راه كاين البنات تقنيه صحيحه وصحيه ديال الغسيل، وما كنغسلوش سناننا بهذيك الطريقه العشوائيه اللي كتضر لينا السنينات. الحركه خاصها تكون دائريه من اللثه للسنه، من اللون الاحمر للون الابيض، بحال الا كنتي كديري واحد المساج للثه ديالك لداخل، بلاش من هذيك الحركه الافقيه اللي كلنا كنا كنديروها واللي كتخرج لينا على المينا ديال الاسنان وكتضر لينا حتى اللثه. اما بالنسبه للمده والوقت الصحيح اللي خصنا نغسلو فيه سنيناتنا، انا عارفه بلي راه الاغلبيه الساحقه ما كتفوتش حتى دقيقه في غسيل ديال السنان، ولكن البنات علميا وصحيا باش سنانك يتنقاو خاصك على الاقل 2 ديال الدقيقات وانتي كتحكي في سنانك، و2 المرات في اليوم. واهم مره هي الغسيل ديال السنان قبل من النعاسه البنات. انا عارفه بلي بزاف ديال البنات كيتكاسلوا على الغسيل ديال السنان بالليل، ولكن راه الا ما كنتيش كتغسلي سنانك بالليل راه كتقدر تلحقي واحد الضرر كبير بسنيناتك، حيت في واحد المده ديال 2-3 سنين كتفقدي الصحه ديال سنانك، كيتسوسوا وكتكون لك في الفم ديالك واحد الرائحه اللي ما زويناش، حيت الافراز ديال اللعاب كينقص لينا في الفم ديالنا بالليل. وهكذا راه البكتيريا كتكون دايره لينا حفله في الفم ديالنا بالليل الا ما غسلناش. وندوزو دابا البنات للمعجون المناسب اللي خصنا نستعملو. حاولوا دائما الا كنتو باغيين تهلاو في سنيناتكم تستعملوا واحد المعجون ديال الاسنان اللي يكون فيه ماده الفلورايد، هي اللي كتحمي لينا المينا ديال السنينات ديالنا من التسوس. اما بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الالم ديال السنينات ملي كيشربوا الماء البارد في الصيف اولا حساسيه السنينات، يمكن لهم يبدلوا هذاك المعجون ويديروا معجون مخصص للحساسيه بحال سانسودين مثلا، ويستعملوه هكا بانتظام حتى كتخفف هذيك الحساسيه مع الوقت. ودابا البنات ندوزو لثاني مرحله في التنظيف الخاص بالسنينات اللي هي الخيط الطبي اولا المائي. اللي خاصكم تعرفوها البنات هو انه واخا تحكوا سنيناتكم باحسن فرشات كاينه في العالم، راه كيبقى اكثر من 35% حتى 40% ديال المساحه اللي كاينه بين السنينات ما كتوصلش ليها الفرشات، وهكا كتبقى فيها الماكله اولا الطعام اللي كلينا حنا في داك النهار كيبقى بين السنينات وكيسبب لنا الريحه اللي ما زويناش وحتى التسوس ديال السنان. هنا فين كيجي الدور ديال الخيط الطبي اللي هو المنقذ ديالك من التسوس ديال السنينات تاعك ومن الريحه الكريهه، كيحيد بقايا ديال الطعام وحتى دوك الميكروبات اللي كدير لينا السوسه وسط السنينات. اولا اللي ما عندوش الخيط الطبي يقدر وعنده امكانيات يستبدلو بالخيط المائي.
الا كان كيجيكم الخيط العادي صعيب او ما كتقدروش دوزوه بين السنينات ديالكم، فتقدروا تستبدلوها البنات بالخيط المائي اللي هو صراحه الله منعش وبطل في هذا الصيف هذا، حيت كينظف السنينات بقوه ديال الدفع ديال هذاك الماء اللي كيخرج، وهكا كينشط لك حتى الدوره الدمويه في اللثه ديالك، وكيبقى اللون ديالها ديما غوز وما كتكحلش ليها اللون، وكتحسي ديما بالانتعاش في الفم ديالك. وواحد النصيحة أخيرة البنات هي أنكم تستعملوا الخيط فقط مرة واحدة في النهار، ويكون قبل ما تغسلوا سنيناتكم بالفرشاة، باش هكا منين كتخويو هذاك بين الأسنان المعجون كيدخل ديال الأسنان كيدخل به الأسنان وكيدير الدور ديالو 100% وكينظفهم ليك. وندوزو البنات لثالث خطوه في العنايه بالسنينات ديالك اولا في قلواب الابتسامه، واللي هي العنايه باللسان وحتى النفس المنعش ديالك اللي خصو يبقى زوين ومنعش 24 ساعه على 24. وسر النفس اللي كيكون منعش والريحه الزوينه في الفم كاين في جوج ديال الحوايج اللي كيغفلوا عليهم بزاف ديال الناس، اللي هما اللسان وحتى الجفاف ديال الجسم. اول حاجه خصنا نعتمدوا عليها البنات هي هذيك الكشاطه ديال اللسان، حيت اللسان ديالنا داير بحال شي سجاده كيتجمعوا فيها البكتيريا والخلايا الميته، وحتى هي ديك الطبقه البيضاء اللي كتشوفوها راه هي عباره على ديك البكتيريا وديك الجلد الميت اللي خصو يتحيد. استعملوا هذيك الكشاطه اللي كتكون مصنوعه سواء من الانوكس اولا من البلاستيك في الصباح، يعني كديروها من الخلف للقدام من الخلف الى الامام ديال اللسان ديالكم، كتحيد لكم كاع هذوك البكتيريا اللي بقاو لكم في اللسان ديالكم، وهكا كيقدر الفم ديالكم يفرز واحد الرائحه اللي كتكون مقبوله ومزيانه. اما بالنسبه لثاني حاجه اللي كتعطينا واحد النفس منعش وواحد الريحه الزوينه في الفم ديالنا واللي خصنا نعتمدوها كروتين يومي، اللي هو الغسول ديال الفم الماوت واش. خصكم تبعدوا تماما البنات على هذوك الغسول ديال الفم اللي كيكونوا عند الحوانت اللي كيكون فيهم الكحول، حيت الكحول راه كينقي فعلا ولكن كينشف الفم، وهذاك الفم اللي تيكون جاف راه هو واحد البيئه كتكون مثاليه باش تكاثر لك البكتيريا في فمك، والبكتيريا فبطبيعه الحال راه هي اللي كتعطيك واحد الرائحه اللي ما مقبولاش وما زويناش في الفم ديالك. اما بالنسبه لواحد الحيله سريه اللي غنعطيها لكم، حاولوا قبل ما تخرجوا لشي بلاصه الا كان عندكم شي ديت ولا خارجين تاخذوا الوريقات ديال النعناع اللي يكون باقي فريش وتمضغوهم، اولا حتى القرنفل شي جوج حبات ديال القرنفل مورا مثلا ما تاكلوا، راه كيعطي واحد الانتعاش طبيعي للفم ديالك وكيقتل البكتيريا في البلاصه، وهكا الفم ديالك تقدري تخرجي بكل اريحيه وانتي بكل ثقه في راسك. ودابا البنات من مورا ما عرفنا كيفاش نتهلاو في الابتسامه ديالنا والفم ديالنا من برا، جا الوقت باش نعرفوا كيفاش نقدروا نساعدوا على اننا يكون عندنا واحد الفم اللي يكون فريش ورائحه اللي تكون زوينه بتقنيات اللي يكونوا من الداخل. وهنا راه كنهضروا على الترطيب اللي يكون عميق والاكل اللي يكون صحي وذكي. في الصيف كما كتعرفوا راه كنعرقوا بزاف، وإلا نقص الماء في الجسم ديالنا كينقص حتى داك اللعاب اللي كيفرزوا الفم، واللعاب البنات طبيا راه هو اللي كيحافظ لنا على الاسنان من التسوس، ولهذا كيخصنا نشربوا الماء. خفوا من دوك المشروبات الغازيه ودوك العواصر اللي كيكون فيهم بزاف ديال السكر اللي زايد اللي كتدمر لينا المينا ديال السنان ديالنا وكتساعد لينا على التسوس. وحاولوا تشربوا ما بين 2 لتر حتى 3 لتر ديال الماء يوميا باش هكا الجسم ديالكم ديما كيبقى مرطب. وثانيا راه كيخصنا نحافظوا حتى على واحد النوع ديال الاغذيه اللي كيكون منظفه للسنينات وحتى للجسم، المقرمشات الطبيعيه بحال الخيار اولا كيتسموا الفواكه الخضراء، الخيار التفاح وحتى الكيوي اولا الجزر الخيزو، كيعملوا بحال واحد الفرشات ديال السنان اللي كتكون طبيعيه اثناء هذاك المضغ اللي كنكونوا كنديروا، وهكا كيحفزوا حتى الافراز ديال اللعاب في الفم ديالكم. وغنعطيكم واحد السر باش تحافظوا
على سنيناتكم وما تجيكمش حساسيه الاسنان، واللي هي الحمايه من الحمضيه اللي كتكون في السنينات. مثلا الا شربتوا عصير ديال الحامض او لا كوكاكولا او لا كليتوا شي فواكه او لا ماكله اللي حمضيه، ما تغسلوش سنيناتكم بالفرشاه مباشره، وانما شللوا الفم ديالكم بالماء وتسناو واحد المده ديال 20 حتى 30 دقيقه. عاد ديك الساعه تقدروا تغسلوا سنيناتكم، حيت هذاك الحمض او الماده الحمضيه كتكون ضعفت لينا المينا ديال السنان، والغسيل المباشر اللي كنديروه راه هكا كيحك لينا هذيك المينا، وهذا الشيء اللي كيخلي ان السنان كيكونوا راشين وكيقدروا يتفرتتوا لينا. ودابا البنات جا الوقت باش نتعرفوا على شنو هما الاسرار ديال تبييض السنينات في الصيف. شكون فينا البنات ما بغاتش حتى هي منين تكون كتضحك سنينات بيضين وزويونين اللي يواتيو هذاك الصيف والخريجات ديال الصيف؟ ولكن خصني نقول لكم انه حذاري من الاخطاء اللي كيديروها بزاف ديال الناس. حذاري من هذوك الخلطات المنزليه اللي تيكون فيهم مواد اللي كيضروا اكثر ما كينفعوا، بحال بيكربونات الصودا وتخلطيها مع الحامض او حتى الفاخر. هادو كيقدر الا استعملتيهم مره في الشهر يعطيو واحد النتيجه مزيانه، ولكن الاستعمال المتكرر ديالهم او الاستعمال ديال بزاف المواد اللي تيضروا السنان كيعطيو واحد البياض اللي هو مؤقت فقط، وكيجرحوا السنه وكيحيدوا هذيك الطبقه ديال المينا اللي كتحمي لك السنان نهائيا. والنتيجه ان السنان ديالك كيزيدوا يصفاروا وكتزيد تطلع الحساسيه ديالهم، هادشي على المدى الطويل البنات. ولكن كاينه بدائل اللي هي امنه، انكم مثلا تستثمروا في واحد المعجون اللي كيكون خاص بالتبييض، وراهم معروفين البنات اللي كيكونوا امنين ومصادق عليهم حتى من وزاره الصحه. تستعملوه 2 إلى 3 مرات في الاسبوع، كيعطي واحد التبييض اللي امن وصحي. اما بالنسبه للبنات اللي عندهم امكانيات فيقدروا ياخذوا هذوك اللصقات ديال التبييض، بشرط انه ما تكونش عندكم فقط حساسيه ديال السنان. واما اخر حل وهو حل مثالي وكننصح به كاع الناس اللي خصهم يستثمروا صراحه في السنان ديالهم، اللي هو الزياره ديال طبيب الاسنان اللي كيدير لك سوا البلانشيمون او اللي الا كان عندك مشكل ديال التسوس اللي هو كبير وعندك مشكل ديال صفرار الاسنان، يدير لك واحد التنظيف عميق اللي هو الديتارتراج. هذا الشيء صحيح انه كياخذ شويه الامكانيات الماديه، ولكن امن وصحي، والنتيجه ديالته كتدوم واحد المده طويله وكتعطيك واحد الثقه في النفس وانت كتضحكي، واحد الابتسامه اللي كتكون جذابه. اما بالنسبه للبنات اللي كيكونوا دايرين تقويم لسنيناتهم فراه ما نسيتكمش. الا كنتي دايره التقويم ديال السنان، الصيف كيكون فعلا واحد التحدي كبير مع الماكله ومع كثره الخروج وكثره انك تتلاقاي مع الناس. ولهذا الا كنتي دايره التقويم غنعطيك واحد المجموعه ديال النصائح اللي غيساعدوا لك انك يحافظوا لك على السنينات ديالك واخا دايره التقويم. اولا كيخصك تاخدي واحد الفرشه اللي خاصه بالتقويم، ما كتكونش بحال الفرشات العاديه اللي كيستعملوا عامه الناس، خاصها تكون دائما في جيبك او لا في ساكك باش تنظفي ما بين السلوكه ديالك بين كل وجبه ووجبه، حيت تيقيني البقايا ديال الماكله في السلوكه ديال السنان ديالك وانت كتهضري مع شي واحد فراه واحد المنظر ماشي مريح. ومع الصيف والخرجات كيكونوا كتار وحتى التسافيرات كيكونوا كتار، بالنسبه للبنات اللي دايرين تقويم حاولوا دائما كيف ما كتجمعوا واحد تخوس ديال الدوش او لا تخوس ديال الميك اب، حاولوا دائما انه تكون عندكم واحد لا تخوس خاصه بالتقويم ديالكم اللي يكون فيها فرشات ديالكم اللي تكون صغيره، المعجون اللي كتستعملوا، الخيط الطبي اللي مخصص للتقويم، وحتى الشمع ديال التقويم اللي ضروري يكون عندكم، واخت دونتيك واكس، حيت هاد السلوكه يقدروا يجرحوا لك الخد ديالك مع الحراره وحتى مع الجفاف اللي كيوقع لنا في الجسم ديالنا. وبالنسبه لاخر نصيحه البنات اللي دايرين تقويم هي انه الصيف كيكتار فيه انه ما كنديروش ليميت الماكله ديالنا، كنقدروا ناكلوا اي حاجه باريحيه، ولكن هادشي ما كينطبقش عليكم. حاولوا دائما تبتعدوا من هذوك الحوايج اللي قاصحين بحال الفواكه الجافه كاوكاو والنوغا، حيت كتلصق لك في هذوك لي باغ وكتهرسهم، وهكا غتبقى مضيعه وقت العلاج. وهذه نصيحه ليك باش هكا العلاج ديالك يكون في واحد الوقيته اللي قصيره وتحافظ على لي باغ ديالك ويعطوك واحد النتيجه اللي تكون زوينه.
وفي الاخير البنات، ابتسامتك والصحه ديال الفم ديالك راهما الاستثمار الحقيقي اللي كيدوم معاك اكثر من الحوايج، اكثر من الميك اب، اكثر من اي حاجه. تهلاو في سنيناتكم وما تنساوش انكم تمشيو عند الطبيب ديال السنان، واخا اقل حاجه غير مره كل 6 شهور، ديروا واحد ديتارتراج، واحد التنظيف اللي عميق للسنينات، هكا كيحيد لكم الجير الكالكير، وهكا كيكون عندكم واحد المنظر في سنيناتكم اللي زوين ومقبول ورائع. الى عجبكم هذا الدليل الموسع اللي عطيتكم، ما تنسوش تضغطوا لي على زر اللايك، اشتركوا في القناه ديالي، هكا كتفرحوني وكتدعموني، وبارطاجيو مع اصحابكم اللي مسافرين او لصحاباتكم اللي دايرين تقويم، او مع اي شخص بغيتوه حتى هو يعتني بالفم ديالو. وما كرهتكمش نزلوا التعاليق لتحت وتقولوا لي شنو هي العاده او شنو هو السر اللي كتديروه وكيخلي لكم النفس ديالكم ولا رائحه الفم ديالكم منعشه النهار كامل، او قبل ما تخرجوا. نشوفكم ان شاء الله فيديو جاي. باي باي.